لا يحب المسرفين. هل ترجمناها؟ إن المبذرين كانوا أخوان الشياطين. عليه الصلاة والسلام. الحمد لله، ذكرنا ربنا سبحانه وتعالى وصلينا على نبيه. ايوه، عايزين نطمن بقى، الشغل عامل ايه؟ الحشيش تمام؟ ايوه زي الفل. هيعيط من الايمان والتقوى. يا سلام على التقوى. يا عمي انت جالس تتكلمني على التبذير وانت حاطط 3 اقلام في جيبك. واحنا عارفين انه مو انت اللي بتكتب، في غيرك بيكتب وانت بس توقع، يعني 1 قلم يكفي. بعدين تبذير ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ اجل حديقه الهايد بارك وملعب الجوهر اللي في حوش قصرك، اللهم لا حسد، هذا ايش نسميه؟ هذا مو تبذير؟ بعدين سبحان الله نحفظ آيات وأحاديث التبذير والإسراف، وما نحفظ حديث من ظلم شبرا في الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. كل شعوب العالم بتدفع ضرائب، ليه نحن ما ندفع ضرائب؟ ونحن ديننا الزكاة هي فريضة ولكنها هي نوع من الضرائب. تبغانا ندفع ضرائب؟ طيب احنا نبغاك ترجع الحديقه حقتنا، هذه من سكنانا. والله في ورده كسترايه في الحديقه حموت عليها. وباقي لي عندك 35 ريال من اخر تجديد اشتراك للIRT، جيت اشترك وما كان عندهم صرف، والله ماني مسامحك عليه، ابغاه. يا سيدي والله مو من صالحك الضرائب، لانه لو طبقت الضرائب بس على الحدائق اللي حول قصرك من يوم اخذتها راح تغطي فوق قراء المملكه. فما بالك لو فرضت الضرائب على شركاتك وعلى مشاريعك و فيا زينك ساكت. بعدين انت في المقابله خلطت ما بين الزكاه والضرائب، الزكاه فرضت من الله والضرائب تفرض من الدوله، والزكاه تكون من الغني للفقير، يلا هات.